تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعي راديو السلام حول العالم أينما كنتم. يتجدد اللقاء بكم اليوم الثلاثاء في نفس الموعد مع برنامج مرأة وحياة. معاكم أنا خديجة برهان في هذا البرنامج اللي احنا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يساهم في عملية التوعية والإرشاد للجميع. اليوم عندنا موضوع مهم جدا راح نتكلم عنه، وحقيقة أهمية هذا الموضوع جاي من خلال أنه هذه مشكلة موجودة في كل بيت، وكلنا عندنا نفس الشكوى، مهما اختلفت صياغة الشكوى فهي نفسها واحدة. عنوان حلقة اليوم برنامجنا هو أبناؤنا والأجهزة الذكية. طبعا العنوان كأننا نحن نبغى نتكلم عن موضوع الأبناء. في الحقيقة هو موضوع الأبناء مهم جدا مع الأجهزة الذكية، لكن هو الكلام موجه للجميع لأنه موضوع خطير جدا في الحقيقة. طيب إيش قصة الأجهزة الذكية وأبنائنا؟ إيش قصدنا إحنا بالأجهزة الذكية؟ عن أي نوع من الأجهزة نبغى نتكلم؟ كيف تأثر هذه الأجهزة على أبنائنا؟ وهل حقيقة هي تأثر عليهم ولا ما تأثر؟ وإيش طبيعة التأثير ذا كله؟ وليش دائما في خوف من هذه الأجهزة في الوقت الحالي بقوة يعني، وفي قلق وفي مشكلة لسه ما لقينا لها حل؟ ليش يعني ما احنا لاقين لها حل مع أن المسألة المفروض تكون بسيطة جدا ومحسومة؟ ثم عندنا سؤال مهم جدا في الأصل أو في الأساس، نحن كيف بنربي أبنائنا؟ وإيش الهدف من تربيتنا لأبنائنا؟ أي نوع من الأبناء نحن نبغى نربيه؟ طبعا عندنا أسئلة كثيرة جدا في هذا الجانب، مو بس هذه اللي احنا طرحناها، نقدر نحط 100 سؤال إذا نبغى لهذا الموضوع، لكن نحن هنحاول في هذه الحلقة بإذن الله تعالى قد ما نقدر نحن نغطي جوانب معينة في الإجابة على هذه الأسئلة. فخلونا نبدأ. أول شيء نعرف إيش قصدنا احنا بالأجهزة الذكية. إيش معنى الأجهزة الذكية؟ الأجهزة الذكية هي الأجهزة اللي منتشرة وشاع استخدامها بين الناس. زي إيش الأجهزة هذه؟ جوال، تابلت، آيباد، كمبيوتر، أي شيء، أي جهاز ممكن نستخدمه نحن في التواصل، في الاتصال، في المشاركة في الحياة عبر الإنترنت. هذه اسمها أجهزة ذكية. وحقيقة تسميتها بالأجهزة الذكية هو تسمية مجازية، لأنه هي أجهزة في النهاية، لكن الذكاء للإنسان لكن مجازا فقط. لكن الإنسان طبعا هو الذي يوصف على الحقيقة بأنه كائن ذكي جدا. طيب نحن من خلال هذا العنوان راح نسلط الضوء على هذه الأجهزة وتأثيرها علينا وعلى أبنائنا وعلى تربيتهم وعلى عقلهم في كل جوانب حياتنا. نحن لما نجي نربي أبنائنا ننطلق من موضوع التربية عشان نعرف نمسك الخيط من أوله. نحن كيف بنربي أبنائنا؟ على أي أساس بنربيهم؟ هل بنربيهم على أساس نحن مسلمين وعندنا عقيدة ونظام، ولا بنربيهم على أساس العادات والتقاليد، ولا على أساس الأفكار الغربية، ولا على أساس خليط من كل شيء، شوية من الإسلام، شوية من الغرب، شوية من العادات والتقاليد، شوية من المصلحة، يعني خليط غير معروف ليس له هوية. على أي أساس اللي احنا بننطلق فيه في تربية أبنائنا؟ تحديدنا للأساس اللي احنا ننطلق منه في تربية الأبناء هو اللي راح يكشف لنا المشكلة، أساس المشكلة من فين، والعلاج إيش هو. طيب التشخيص الصحيح هو دائما اللي يؤدي للتشخيص أو العلاج الناجح والعلاج القطعي النهائي في هذا الأمر. طيب هذه الأجهزة على إيش تحتوي؟ هذه الأجهزة تحتوي ببساطة على ألعاب، تطبيقات مفيدة وغير مفيدة طبعا، برامج للتواصل الاجتماعي،
طبعا نحن ما نبغى نحصر الأشياء في غير مفيد، هي تحتوي على الصالح والطالح، على اللي ينفع واللي ما ينفع. كل شيء، الغث والسمين موجود داخل هذه الأجهزة، والواحد يقدر يحمل فيها كل شيء. المشكلة مو في الجهاز ولا المشكلة في التطبيقات، لكن إيش موجود أساسا داخل هذه الأجهزة وداخل هذه الألعاب؟ ما الذي يحدث؟ ما الذي يوجد داخلها؟ وليش صارت مشكلة بالنسبة لنا؟ هذه البرامج والألعاب والتطبيقات الموجودة في داخل هذه الأجهزة مع الأسف الشديد هي في جانب التربية بتعمل على خلق حالة من الشك في أبنائنا أو التشكيك لدى أبنائنا. ممكن يجي أحد يقول موضوع كبير، يعني هذا كلام كبير، كيف تشكك فيها الأجهزة؟ أيوة، أول شيء التشكيك اللي يأتي من خلال هذه البرامج والألعاب تشكيك في نحن بصفتنا مسلمين. طبعا نحن حنتكلم نحن على ما يخصنا نحن كمسلمين، ما راح نتكلم عن أي أحد تاني، لأنه برضو هي مشكلة في غير المسلمين. لكن احنا خلينا نمسك من هذا الجانب، لأنه احنا في الأساس لما نجي نربي على أساس الإسلام. فالأفكار التي تقدم وتطرح من خلال هذه الألعاب والبرامج لأبنائنا هي أفكار تعمل على التشكيك فيما يحملونه من أفكار عن الإسلام، عن تطبيق الإسلام، عن أحكام الإسلام، عن القاعدة الفكرية، عن مقياس الحلال والحرام، عن مفاهيم كثيرة جدا موجودة في الإسلام يتم التشكيك من خلالها أو فيها من خلال هذه الألعاب والتطبيقات. طيب كيف يصير برضو هذا التشكيك؟ نمسك الموضوع من أوله. نحن قلنا أنه هذه الأجهزة فيها ألعاب وتطبيقات وبرامج مفيدة وغير مفيدة. لو نلاحظ أنه هذه الألعاب والتطبيقات الموجودة أساساً للي حمل البرامج هذا الشيء بيعرفوا تماماً أنه أول شيء الألعاب مقسمة حسب الفئة العمرية. التقسيم ذا ما هو عشوائي، ألعاب تنفع للصغار، ألعاب تنفع من عمر 2 ألعاب تنفع للمراهقين، ألعاب أكبر وأكبر وأكبر حسب الفئة العمرية. التقسيم ده ليش صاير في الألعاب؟ طبعا ممكن يقول عشان يكون يختاروا شيء يناسبهم، صحيح، لكن قبل ما يختاروا الشيء المناسب لهم هم لازم يختاروا الشيء المناسب ويدسوا السم في داخله في هذه الألعاب، من خلالها يتم عملية التشكيك. فالألعاب الموجهة للصغار تناسب عقل الصغار، وفي داخلها في أفكار أساسية أو مواد أساسية توضع لأنه تفسد عقل الصغير. وفي ألعاب تناسب المراهقين، وألعاب تناسب البنات والأولاد كمان محطوط فيها أشياء معينة تتضارب أو تتعارض وتسبب التشكيك فيما يحملونهم من أفكار اللي أخذوها من داخل بيوتهم، أفكار في السلوك الاجتماعي، أفكار في العقيدة، أفكار في التعاملات، أفكار فيما يخص الحياة كلها. فهو هذا الشيء يأتي بالتشكيك. طبعا التشكيك لما يحدث عند أبنائنا ما هو من أول مرة يمسك اللعبة، لا، المسألة اللي عندهم أولاد أو بنات ماسكين هذه الأجهزة وبيلعبوا هم بيعرفوا تماما عن إيش أنا قاعدة أتكلم. سلوكيات الأبناء تتغير وردات فعلهم تتغير. هذا التغيير ما هو تغيير سلوكي، هو تغيير أساسا جاي في الأفكار اللي هم يحملوها في داخل دماغهم، في داخل عقلهم. عشان كده احنا الظاهر اللي احنا بنشوفه هو مجرد سلوك، والسلوك قائم على إيش؟ على أفكار تغيرت، مفاهيم تغيرت، الناتج هو سلوك معين. فإحنا نرجع نقول كيف تأثير هذه الأجهزة على أبنائنا. قلنا إحنا إنه أساساً هذه الأجهزة فيها ألعاب وتطبيقات وبرامج معينة، وهي مقسمة حسب الفئة العمرية ومقسمة حسب الجنس، إذا كانوا نساء أو رجال، يعني ذكر أو أنثى، وبعدين يبدأوا يقسموا بهذا الشكل. طبعاً عندنا إحنا شيء كمان مهم لما قلنا أجهزة ذكية، احنا مو قصدنا قلنا احنا الجوالات والآيباد فقط، إنما كمان من ضمنها أو في داخل هذه الأجهزة احنا الآن نتفرج على المسلسلات والأفلام وأي شيء من خلالها. فعندنا إذن الأفلام والمسلسلات التي تطرح والتي يمكن مشاهدتها من خلال هذه الأجهزة، فهي هذول النوعين أو هذول الشيئين هم اللي بيبدأوا يأثروا على أبنائنا ويؤثروا على أفكارهم ويسبب عندهم حالة من الشك. طيب الشكوك التي تصيب الأبناء من خلال هذه الأفكار تبدأ شوية شوية،
ما حد حيجي أو لعبة تيجي على طول تمس مثلا عقيدته بشكل مباشر، إنما اللعبة بشكل تدريجي عادي جدا يلعب فيها. مثلا يعني مثلا يجي ألعاب اللي يلعبوها الأولاد والبنات، مثلا يكون اللعبة أساسا مشتركة، فاللاعبين أساسا أولاد وبنات مشترك مع بعض يلعبوا. والصور المحطوطة صور طبعا يعني نحن مثلا بصفتنا مسلمين ما نقبلها، مثلا لابسة قصير ومش عارف ايش، واللعبة بهذا الشكل. او العاب البنات اللي تيجي تلبيس الدمية، فيظهروا لنا الدمية بالملابس اللي هو الداخلية والبنت تبدأ تلبسها. فهم يمرروا من خلال هذه الالعاب انه يعني مستساغ او انه مسموح ومقبول وما يضر، يعني انه المرأة او البنت تظهر شيء من جمالها الداخلي. كمان يظهروا الزينة اللي هو اللي هو فكرة التبرج لدى البنات، انه عادي جدا. انا متأكدة انه كثير منكم وهو يسمع الكلام ذا الان يفكر انه انا جالسة اتكلم عن شيء كبير جدا، لكن في الحقيقة انا ارجوكم انه انتم تلاحظوا عشان تشوفوا الكلام ده صحيح ولا غير صحيح. لما تبدأوا نعترض على فكرة جاية وانه انتم قاعدين تضخموا فيها والموضوع جدا بسيط. الموضوع مو جدا بسيط ولا شيء، الموضوع معقد جدا. الموضوع معقد لما بنتي أنا تمسك الجهاز وتجلس تلعب ألعاب حاجة ألعاب دمى وتلبيس عرائس. إيش الفكرة اللي راح تاخدها؟ راح تاخدها إنه مسموح إنه تظهر زينتها، مسموح إنه تظهر جزء من جسمها، مسموح إنه هي تغير كل ساعة تانية في لون شعرها، وإنه هي ما تقبل بالخلقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها، يعني كسر الرضا بما هي عليه وتحقيق البحث عن قيمة أعلى جدا من خلال هذا الشيء. ولدي لما يجي يمسك اللعبة ويجلس يلعب مثلا ألعاب قتالية وألعاب سباق سيارات ولا ألعاب، إيش اللي قاعد يضره هذا كله؟ ما هو قاعد يصير فيه دماغه بس اللي قاعد يتحرك، لكن جسده كله معطل. وانتوا بتعرفوا تماما انه مجرد ما بتسحبي انت الام او الاب هذا الجهاز من يد ولدك بتلاقيه يعصب ويكسر الدنيا ويكسر الاشياء وما عاد يتفاهم اساسا. وكثير منهم، وطلعت قبل فترة كثيرة جدا انه في شحنات كهربائية. انا ما بتطرق للموضوع ده كله من هذا الجانب، انا بتطرق على الجانب السلوكي الذي يظهر على ابنائنا من خلال وجود هذه الاجهزة. وحديثا ظهرت في لعبة معينة مسألة السجود للصنم للترقي في اللعبة ومش عارف إيش هذا ضرب في العقيدة. مجرد لعبة لما نيجي نتكلم فيها يقولك مجرد لعبة، أنا ما سجدت للصنم. أول شيء صح ما في سجود للصنم بشكل حقيقي، لكن أول شيء لازم يكسروا الهيبة اللي داخل الإنسان والتعظيم اللي داخل الإنسان في إنه يسجد لغير الله سبحانه وتعالى. والكسر هذا يأتي من خلال اللعبة أول شيء. بعد كذا لو جو حطوا صنم حقيقي وقالوا له تعال اسجد حيكون موضوع جدا عادي. قول لا في أول الأمر دائما صعب لأي شيء، لكن بعد كذا الواحد لما يقول لا أو نعم في أول مرة كل شيء بعد كذا لهذه الكلمة يكون مستساغ. فكله بيبدأ لعبة، نحن في لعبة ما هو شيء حقيقي. ما احنا طيب ومن يعظم شعائر الله، اللي يعظم الله سبحانه وتعالى في قلبه، اللي يعظم دين الله في قلبه، فين راح هذا التعظيم؟ غير موجود. وهذا شكل مباشر جدا في مسألة ضرب العقيدة. وطبعا الشركة اللي أو اللعبة اللي صممت هذا الشيء بعد كده رجعت اعتذرت لما شافت أن الموضوع حيدخل في أمور أخرى. فهذا الشيء شكل من أشكال التشكيك وضرب العقيدة. طيب إيش الجوانب اللي ممكن تأثر فيها هذه الألعاب على سلوكيات الأبناء؟ في أي جوانب؟ في الحقيقة أول جانب تصيبه بالضرر الكبير هذه الألعاب هي في جانب اللغة. إيش جانب اللغة؟ إحنا الأبناء اللي بيلعبوا هذه الألعاب وبيجلسوا وقت طويل جدا بيستخدموها، إحنا بنلاحظ إن عندهم تأخر وضعف لغوي. الضعف اللغوي والتأخر ده جاي من فين؟ الطفل جالس يلعب هو ساكت ما بيتكلم، أي نوع من المفردات قاعد يتعلمها ما قاعد يتعلم. اللي هي طرق تعلم الأطفال للغة تأتي من خلال الاستماع والممارسة، يسمع من أمه أو يسمع من اللي حواليه ويبدأ يقلدهم، وبعد كده بيتكون عنده مخزون لغوي. هذا المخزون غير موجود لأنه الطفل طول الوقت ساكت وجالس يلعب لعبة على الصامت بيشتغل فيها فقط بعقله بأزارير يده، فبيظهر عنده ضعف لغوي قوي جدا وتأخر في اللغة. طبعا أية هي اللغة اللي تضرب أو تصاب في قلبها من هذه الأشياء؟ هي اللغة العربية اللي هي لغة الإسلام، لغة القرآن، لغة فهم الإسلام، لغة فهم القرآن، فهم ما يريد الله سبحانه وتعالى. كل الألعاب الموجودة هي موجودة بلغات أخرى.
فالطفل تلاقيه قوي جدا في انه يتعلم الانجليزي ولا يسمع اللغة الثانية في هذه اللعبة، لانه اساسا من صممها بلغته، فيتأخر تماما في فهم وادراك معاني اللغة العربية وفهم اللغة نفسها والتحدث بها. فهنا عنده يصير ما عنده القدرة على انه يكون جملة مفيدة. لما تسألي مو الطفل بس، تسألي حتى الشخص الكبير، تسأليه سؤال أو تسأله سؤال، ما يعرف يصيغ لك الجواب في جملة واحدة كاملة، إنما في كلمات صغيرة. ولما تقول له قل لي جملة كاملة عشان أفهم، يقول لك خلاص أنت فاهم المعنى المقصود، يعني أنا ما أقدر أتكلم. ما أقدر أتكلم. ليش ما تقدر تتكلم؟ لأنه مخزونه اللغوي صفر، مع الأسف الشديد، سواء كان كبير ولا صغير. وهذا الكلام حقيقي 100%. شوفوا الناس اللي بتلعب هذه الألعاب، ما يعرف يتكلم 10 دقائق في جملة كاملة، ما يعرف يرتب لك موضوع ويتحدث عنه، ما يعرف يصف شيء. لو تسأله سؤال جدا بسيط ما يجاوبك عنه إلا بالإشارة أو بعلامة معينة أنت تفهم الجواب فقط. أول ضرر يصيب من هذه الألعاب أو من هذه الأجهزة استخدامها وقت طويل، آيباد، جوال، كمبيوتر، تلفزيون، أيا كان، هو موضوع اللغة. وهذا موضوع خطير جدا، لأنه الصلة الوحيدة أو الطريقة الوحيدة للتواصل مع العالم هي من خلال استخدام اللغة. طالعين فاصل، راجعين لكم بعد الفاصل، خليكم معانا عشان نكمل موضوعنا، كيف بتأثر في أي الجوانب اللي تأثر عليها هذه الأجهزة في حياتنا نحن الشخصية وحياة أبنائنا. كونوا بالقرب. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام.
بعيدة تماما عن أرض الواقع. فالإنسان بيخرج من الواقع هذا ويعيش داخل هذا السيناريو مع هذه الأجهزة، مع ما يحدث فيها، سواء كان ألعاب، سواء كان تطبيقات، سواء كانت أفلام ومسلسلات وإلى آخره. التأثير اللي بعده فين بيأثر؟ بيأثر في منهجية التفكير في العلاقات. نحن ذكرنا أنه المسلم أو الإنسان بصفة عامة عنده 3 علاقات دائما يسعى لأنه يعيش من خلالها ويطورها ويفهمها بشكل أفضل، اللي هي علاقته بنفسه، علاقته بالله سبحانه وتعالى، علاقته بالآخرين. في علاقته في نفسه المفروض أنه هو بيطور نفسه خلقيا وعلميا وعقليا وسلوكيا. لكن الإنسان المنشغل بهذه الألعاب أو الشخص المنهمك في هذه الألعاب أو التطبيقات أو هذه البرامج أو المسلسلات أو وسائل التواصل الاجتماعي، دائما كلامه أنا دائما يتكلم عن نفسه كأنه هو في معزل عن الحياة، معزل عن الدنيا، معزل عن أي شيء. دائما كلامه أنا وحريتي وأبغى وقوتي وخاصة موضوع الحرية. دائما الجملة اللي تتردد إيش هي؟ طالما أنا ما قاعد أسوي شيء يؤذي الآخرين خلاص، يعني ما في مشكلة ولا تكبروا الموضوع. طيب أي أساس، على أي ضابط أنت تقرر أنه طالما أني أنا قاعدة أسوي شيء وما يضر الآخرين معناه هو مقبول؟ ما نحن مسلمين، قلنا نحن منضبطين بالأحكام الشرعية، بالعادات التي تكون متطابقة أو يعني تتفق مع أفكار الإسلام في هذا الجانب. فهنا فكرة الحرية هذه فكرة دخيلة علينا، لكن يتم تسويقها وتمريرها علينا من خلال هذه الألعاب وتعليمها أطفالنا من خلال هذه الألعاب. فيقول لك أنا حر، ما عندي مشكلة، أنا جالس لوحدي، ما أذيت أحد، ما ضريت أحد، قاعد حالي حال نفسي. هذه جملة دائما نسمعها. طيب في علاقته مع الآخرين كيف ينظر هذا الشخص اللي منهمك وعايش في داخل هذه الأجهزة، سواء كان طفل ولا كبير ولا امرأة ولا رجل؟ دائما عنده فكرة أفرض عليهم، أتحكم فيهم، وكلامي أنا، وأنا بس اللي صح، وأسيطر عليهم، وأي أحد يأذيني مثلا راح أدمر وراح أمسحه من هذه الأرض. من فين جات هذه الكلمات والألفاظ اللي احنا نسمعها الآن؟ أدمر وأمسح وأقتل وألغيك من الكون. من فين جات هذه الأشياء؟ جات من خلال الألعاب، من خلال الكلمات التي تردد مع اللاعبين أو من داخل التطبيقات هذه. طيب في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى كيف بتأثر هذه الأجهزة أو هذه التطبيقات أو هذه المسلسلات أو اللي يكون يعني في هذه الأجهزة؟ بتأثر إنه الله سبحانه وتعالى موجود، لكن وجوده بشكل بسيط. الله موجود على مبدأ إيش؟ إن الله غفور رحيم، ويمكن أنا أصلح علاقتي مع الله في المستقبل لما ربنا يهديني، وإن شاء الله راح أطور من نفسي، إن شاء الله راح أبطل كده، إن شاء. يعني الله سبحانه وتعالى موجود بشكل خفيف جدا. والحضور القوي هو إيش؟ اللي هو أنا وألعابي فقط، أو أنا وتطبيقات التواصل الاجتماعي فقط، أو أنا وهذه المسلسلات اللي أنا أتفرج عليها وتغسل دماغي وعقلي وعقل أبنائي وعقل كل اللي موجودين فقط. ما في ضابط، ما في الحكم الشرعي اللي يقيد الأفعال. دائما موجودة المصلحة، أنا إيش أبغى، والهوى والجو العام وما يحدث في المجتمع. فالله سبحانه وتعالى غائب تماما. فهنا مشكلة كبيرة جدا، لأنه يتداخل معانا إحنا المسلمين. إحنا دائما نتعامل الأصل في تعاملاتنا إحنا نرجع للحكم الشرعي، نعرف إذا كان حلال ولا حرام، ونعرف الضوابط الشرعية قبل أن نقوم به. لكن في وجود هذه الأشياء كلها، الألعاب والمسلسلات والتطبيقات وبرامج التواصل الاجتماعي، ان احنا نتقيد بالحكم الشرعي معناها ان احنا راح نخنق حريتنا. فبالتالي ما في داعي من هذا الموضوع كله، والافضل ان احنا نعيش حياتنا وما ضرينا احد اساسا. التأثير الآخر اللي يحدث من هذه الأجهزة أو استخدام الأجهزة في التواصل الاجتماعي، في الألعاب ولا المسلسلات المعروضة ولا الأفلام، اللي هو أنه هذه الأشياء كلها تعمل على تخدير العقل. تخدير العقل يعني إيش؟ يعني إنسان يبني نجاحات وهمية في الخيال. اللي يلعب لعبة يعرف تماما أنه هو مع كل مستوى يترقى فيه في هذه اللعبة يشعر بالسعادة، سعادة يعني غامرة جدا، وسعادة وهمية هي. فيوصل المستوى السابع، المستوى التاسع، المستوى اللي يكون فتلاقيه ينجن وينهبل. وإذا خسر شوية ما نسمع إلا الصياح وتكسير الأشياء، وإذا أحد قطع عليه اللعبة يصير في مصيبة، وإذا طلع إصدار جديد من هذه اللعبة مثلا يشتري ويتطور.
كله نجاح وهمي بعيد تماما، لأنه القياس هنا من خلال المستوى اللي يوصل الإنسان في ممارسته لهذا الشيء. فعملية التخدير هذه تصيب الإنسان بإيش؟ تصيبه بالاصطدام بالواقع. كيف يصطدم الإنسان بالواقع؟ لما يخرج للحياة، الرجل ولا المرأة ولا الطفل ولا الشاب ولا المراهق ولا البنت، لما يخرجوا للحياة الواقعية ويتواجههم تحديات في الحياة، ما يعرفوا كأبسط شكل من أشكال التفكير كيف يفكروا في الحلول وكيف يتطوروا، فيقفوا عاجزين تماما. أو يتعرفوا بالناس ويدخلوا في الحياة الاجتماعية مثلا ما يعرفوا يتعاملوا معهم. ليش؟ لأنه هم دائما مع أجهزتهم، هم دائما وراء المفاتيح، الكيبوردات، الشاشات، بيتعاملوا مع الأشياء كلها، فما في شيء حقيقي. فأي شيء يحقق من خلف هذه الأجهزة أو في داخل عالمها هو وهمي تماما، ما له أي شيء أو ضابط أو إحساس أو شيء مفهوم على أرض الواقع، ما نشوف شيء إحنا. وهذا الكلام يعرفوه تماما أصحاب الألعاب الإلكترونية والجيمات والبلاي ستيشن وكل شيء، واللي دائما في التواصل الاجتماعي دائما يحاولوا أنهم يحققوا نجاح وهمي من خلال الإعلانات وتكبير صورتهم أمام الجميع، أنه أنا سويت وأنا فعلت وشوفوا وشوفوا وشوفوا، وفي الحقيقة هم ما سووا ولا شيء أساسا. التأثير اللي بعده عزلة اجتماعية. الإنسان اللي بيتعامل مع هذه الأجهزة أساسا ما عنده أصحاب، كل أصحابه هو عبر النت عن بعد. طبعا ممكن بعضنا يجي يقول طيب ما هي الحياة صارت كده. مو الحياة اللي صار، إحنا اخترنا هذه الحياة. في حياة طبيعية جدا، ما في داعي نمرر الكلام ده ونخليه عام. في حياة طبيعية الإنسان يعيشها مع الناس، يختلط مع الناس، يتصادم مع الناس، يألف ويؤلف ويعاشر ويكون عنده تجارب اجتماعية. الناس اللي بتعيش مع الأجهزة هذه، مع الألعاب، مع المسلسلات، مع برامج التواصل الاجتماعي، مع السوشيال ميديا، كل هذول بيعيشوا حقيقة عزلة اجتماعية حقيقية من الممارسات المباشرة مع الناس. فأي لقاء مباشر مع أي شخص آخر ما يعرفوا يقولوا كلمتين على بعض. ليش؟ لأنه أساسا احنا قلنا ما عندهم مخزون لغوي، عندهم ضعف لغوي، وعندهم ضعف في طريقة التفكير، ما عندهم منهجية في تكوين العلاقات، ولا يعرفوا حتى أصول تكوين علاقات اجتماعية مع الطرف الآخر. طبعا بالإضافة إلى ذلك أنه كمان بيصير في عندنا مشكلة مهمة جدا، أنه هدول الناس ما بيعرفوا يحلوا مشاكلهم. ليش؟ لأنه الإنسان كل ما تعرض لمشكلة وفكر في كيف يوجد لها حل بيتطور تماما في طريقة التفكير في إيجاد الحلول، فدائما عنده طرق إبداعية في إيجاد الحلول. هذول الناس ما عندهم هذا العقل اللي يفكر، لأنه عقلهم مخدر ومغيب ونجاحات وهمية وضعف لغوي ومنهجية التفكير عندهم معدومة. فبالتالي لما تظهر مشكلة على طول يلجأ لحلالين المشاكل. والله أنا أبغى أسأل عن سؤال، صار كده مشكلة عندي مش عارف إيش كيف أحلها. وطبعا دائما الحل معلب وجاهز، فيسحبوا الحلول من الناس ويأخذوهم. الناس لما تعطيه حلول للمشاكل هي تجارب وطريقة تفكير، والناس الثانية اللي دائما عايشة مع هذه الأجهزة معطل عقلها، مع أنه هذا عقل وهذا عقل، لكن الإنسان يتطور ذهنيا واجتماعيا من خلال مواجهة الأشياء، مواجهة الناس، مواجهة الحياة، مواجهة المشكلات، مواجهة التحديات. يتطور الإنسان وينضج ويكبر. ما ينضج من خلال الألعاب، بالعكس هو يموت من خلال السوشيال ميديا، من خلال الألعاب، من خلال استخدام المستمر لهذه الأجهزة. طبعا هدول الناس كمان يشعروا بالخوف من مواجهة العالم ومن سماع القصص المرعبة. لما يسمعوا انه صار في مصيبة هنا وحادثة هنا ومش عارف ايش، لانه دائما عايشين الجو الحالم والرومانسي في عالمهم الخاص داخل هذه الأجهزة، ينصدموا ويخافوا تماما ويشوفوا ان العالم اصبح مكانا موحشا وغير قابل للحياة فيه. العالم ليس مكان موحش، العالم جميل جدا، والمشاكل الموجودة اللي السوشيال ميديا ولا الإعلام يصدر لنا إياها عشان يقتل همتنا فقط. المشكلة هي 1 و10 ما في مشاكل، يعني الأمور تمام. فالإنسان دائما عنده حالة خوف لأنه أساسا غير محصن ضد الحياة وضد التجارب اللي تحدث،
وضد الحكم عليها أن هي موجودة ولا غير موجودة، ولا هي مفبركة ولا هي مبالغ فيها وصار فيها تضخيم. فيصير الإنسان من خلال هذا الخوف يصير في عزلة أكثر ويقول الحمد لله رب العالمين. وأغلب الناس اللي زي كده تلاقيهم أساسا جالسين في غرفهم داخل بيوتهم، ما حد شايفهم، ما حد يعرف عنهم أي شيء إلا من خلال ما يكتبونه ولا ما يكونونه من علاقات فقط. لكن مستحيل يخرج برا غرفة نومه ولا غرفة المكتب ولا جهازه بعيدا عنه، مستحيل يواجه العالم بعيدا عن هذا الجهاز، لأنه هو إنسان يشعر بالأمان. ولما نقول يشعر بالأمان مش لازم يكون هو شخص كبير عشان يشعر بالأمان فقط، إنما حتى أبنائنا الصغار يشعروا بالأمان في وجود الأجهزة. الطفل الآن احرمه من أمه وأبوه، لكن لا تحرمه من الجهاز اللي في يده، مستعد يستغنى عن أمه وتغيب عنه بالساعات. ومع الأسف الشديد الأمهات نفس الشيء، كان مستعدة أن ولدها يسكت ويمسك الجهاز هذا ولا يزعجها، يعني مستعدة تحرم نفسها تسمع صوته وصياحه وأسئلته الكثيرة المملة والفوضى اللي يسويها بالبيت، كل هذا تعطيه جهاز تقول خلينا نرتاح شوية. لكن في الحقيقة هي تقتله بشكل بطيء جدا. يعني إعطاء الأجهزة للأبناء هذولا هو يقتل الحياة التي تحدث داخل البيت، التواصل اللي يصير. فيصير الإنسان حتى أنا مرة والله قرأت يعني إيش الشيء اللي ما تستغنى عنه، وكان يعني الإحصائية ولا الاستبيان كان مهول جدا إنه مستعد يستغنى عن كذا وكذا وكذا، وذكروا إنه الشيء الوحيد اللي لا يمكن الاستغناء عنه هو جهازي، جوالا كان أو أي شيء، والإنترنت. هذول إذا اختفوا معناها صارت مصيبة في حياة هذا الإنسان وحدثت كارثة. التأثير اللي بعده لهذا النوع من الاستخدام للأجهزة الذكية أو برامج التواصل الاجتماعي ولا المسلسلات ولا الأفلام، اللي هو النشاط الذهني. يصبح الإنسان بطيء التفكير، بطيء الاستنتاج، أو ما عنده قدرة يفكر. لو تسأل سؤال واحد هذا الشخص اللي يستخدم الأجهزة بكثرة، سؤال يحتاج شوية تفكير، يزهق يقول لك ما أدري، ما أعرف الإجابة، قول لي بسرعة، ما عندي وقت أنا أفكر. والحقيقة مو إنه ما عنده وقت، الحقيقة إنه عضلات دماغه أساسا ضعيفة، ما يستطيع أن يفكر أو يتخذ قرار في هذا الأمر أو في هذا التوجه. طبعا عندنا سؤال، رح نقول السؤال ده وإحنا طالعين فاصل، بس بعد الفاصل رح نجاوب على هذا السؤال. طيب إيش السر في إنه بعض الأبناء يستخدموا السوشيال ميديا والأجهزة والبلاي ستيشن ويحصلوا على درجات عليا ومرتفعة جدا مع مرتبة الشرف في دراستهم، بل بالعكس هم يدرسوا في أحسن التخصصات وفي أحسن الجامعات وبدرجات عالية جدا أكاديميا، يعني هم متفوقين جدا. يا ترى إيش السر في إنهم هذول بيستخدموا الأجهزة ومع هذا دروسهم ما تأثرت ولا حياتهم تأثرت؟ الجواب راح يكون بعد الفاصل، انتظرونا راجعين لكم. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام.
تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم مع الجواب للسؤال اللي طرحناه قبل الفاصل: كيف نفسر نجاح الأبناء اللي يستخدموا هذه الأجهزة والسوشيال ميديا والبلاي ستيشن، نجاحهم في الدراسة؟ الجواب ببساطة هو أنه أساسا الدراسة الآن بالذات في عصرنا الحالي قائمة على الحفظ، حتى لو اتخذت شكل كذا أنه الطالب يفهم أو يذاكر أو يشغل عقله قليلا، لكن هي في الأساس قائمة على الحفظ. والحفظ هذا أي شخص يقدر يحفظ، يعني هو تمرين الدماغ على استرجاع ما يتم تعليمه فقط، يعني مو أكتر من كده. يعني احنا نعرف أنه في مخلوقات غير الإنسان ذكية جدا في مسألة الحفظ، عندنا الببغاء نقدر نحفظه ويمشي الحال يعني. فهنا النجاح هذا في الدراسة مش مقياس أنه الأجهزة غير أن هي يعني ما تضر وأنه الإنسان ما قاعد يتأثر، لا، احنا جالسين نتكلم على الأثر أو الضرر الذي تصيب به في العمق، سواء كان ذهنيا، سواء كان عقليا، سواء كان سلوكيا، سواء كان في الأفكار، سواء كان في العقيدة. فهنا الجواب هو ببساطة قلنا أن التعليم أساسا، كل التعليم في كل العالم قائم على الحفظ، حتى لو كان في شوية فهم وشوية إعمال عقل، لكن أساسه هو قائم على الحفظ. فهنا مش مقياس هذا أنه هو ما أصابه الضرر في هذه الأشياء. طبعا عندنا شيء مهم جدا كمان في هذا الجانب، أنه تغيرت بسبب وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالذات، تغيرت عندنا مفاهيم ومقاييس السعادة والنجاح. فأصبحت السعادة هي بالمال والشهرة والسفر والحياة المرفهة جدا، وإحنا نعرف هذا الكلام تماما أنه منتشر في السوشيال ميديا بكثرة. والنجاح تغير مفهومه ومقياسه، وأصبح النجاح هو للمغنين، للممثلين، لاعبين الكرة فقط. وشوفنا احنا الناس كيف تتهافت الآن على برامج مثلا المواهب، برامج الغناء، برامج مش عارف ايش، اللي في الأول طلعت للكبار بعدين صارت للصغار، كيف الناس تبغى تشارك فيها، وكل الناس تبغى تغني وكل الناس تبغى تشارك في هذا الشيء، وتبغى النجاح السهل، أو تشارك في برامج زي برنامج الحلم ولا برامج أيا كان اللي فيها ربح مادي معين. فهنا كلهم أصبح يبحث عن النجاح والسعادة بشكل سريع جدا. ولم يصبح الآن النجاح مقياسه هو عند العلماء، عندما يكون الإنسان تعلم علم ينفع به نفسه وأمته والمسلمين، لم يصبح هذا النجاح هو للعلماء والمفكرين والنابهين والمؤثرين في العالم. فأصبح هذول مهمشين تماما، وإذا الواحد صار لاعب كورة خلاص هو ما شاء الله مبسوط ومرتاح والجميع يعني يحتفلوا فيه. فمقاييس النجاح والسعادة تغيرت بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. شيء تاني كمان، وسائل التواصل الاجتماعي بالذات والألعاب جعلت في إمكانية لتبادل الأفكار اللي كانت خط أحمر ولا يتم تبادلها أبدا. زي إيش الأفكار؟ أصبح عندنا نقاشات مثلا تصير في السوشيال ميديا أو من خلال بعض الألعاب، مثلا تقبل لأفكار معينة مثل المثلية الجنسية اللي كل الناس لما تتكلم عنها أنه فشل كروموزومي، مش عارف إيش مشكلة في الكروموزومات في الإنسان، وهذا كلام غير صحيح، مغلوط تماما، إنما هذا فعل قوم لوط والعياذ بالله. فأصبح تمرير هذه الفكرة من خلال الإعلام، من خلال التلفزيون، من خلال السوشيال ميديا، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الألعاب، أصبحت فكرة مستساقة والناس تتكلم فيها بسهولة بدون أي حرج، بدون الشعور حتى بالإثم مع الله سبحانه وتعالى في أنه يتناولوا موضوع منتهي تماما. الله ذكره ويعني حدد حتى عقوبته عند المسلمين. وصار في كمان اللي هو حرية الكلام، في حرية الأديان، وموضوع الإلحاد ووجود الإله وعدم وجوده، وأنه ممكن أغير ديني وأنه ما أغير ديني. تبادل الأفكار هذا خلى الخطوط الحمراء في مسألة العقيدة أصبحت ليست موجودة، وأصبح أنه لازم نطلب العلم، لازم نناقش الرأي والرأي الآخر. وفي الغالب يعني بعضهم يدخلوا الموضوع النقاشات هذه من باب حسن النية، الدفاع فقط، ومع الأسف الشديد يخرجوا منه هم يعني منتكسين في الأفكار، لأنه أساسا هم غير محصنين بالعلم الكافي حتى يدخلوا في هذا النوع من النقاشات.
فسهولة الحديث وسهولة الكلام، وإنه الميكروفون في يد الجميع، وإنه الجميع يقدر يتكلم ويقول أفكاره وينشر السم زي ما يبغى، ولا يحطه في لعبة، ولا يحطه في أي شيء. هذه السهولة أوجدت يعني مشاكل عقيدة، مشاكل في الأخلاق، مشاكل في السلوكيات، مشاكل في المفاهيم، مشاكل الإنسان مع نفسه. وصلنا يعني نسمع عن حالات انتحار، حتى موضوع الانتحار صار الكلام فيه سهل جدا، وليس كأنه هو جريمة يعني عظيمة جدا الناس بسهولة تتكلم فيه. حتى على سبيل النكتة أي واحد يقول والله أنا أبغى انتحر، يعني على سبيل النكتة، وهذه كلمة أساسا كبيرة. انتحر معناها قتل النفس، قتل النفس هذه جريمة يعني عظيمة جدا، يعاقب الله سبحانه وتعالى عليها بدخول النار، وإحنا نعرف هذا الكلام وما نبغى نخوض فيه أساسا. يعني كمان من الأشياء اللي أثرت فيه علينا وسائل التواصل الاجتماعي، عندنا موضوع التبرج ولبس الحجاب، وعلاقة البنت بالولد، وتبادل الصور وأسرار البيوت، تصوير البيوت من الداخل، تصوير شكل الحياة من الداخل، تصوير النساء والرجال أنفسهم داخل بيوتهم، داخل حرماتهم، تبادل الصور ونشرها مع بعضهم البعض. البنت والولد يعني يتكلموا في وسائل التواصل الاجتماعي عادي جدا، أو كسرت الهيبة اللي كانت موجودة في علاقة الولد والبنت والحديث بينهما. يعني عمرنا ما كنا نسمع مثلا بنت تتكلم عن ولد تقول هذا زميلي، ولا هذا صديقي، ولا هذا صاحبي، ولا أي شيء، لأن تشوف إنه هذا خط أحمر. يعني أساسا مين هذا الشخص اللي أنا أجيب اسمه ولا طاريه في البيت؟ والولد نفس الشيء، مين هذه والله زميلتي في العمل، هذه صديقتي، هذه وهذه. صار في سهولة في الكلام والتواصل مع بعضهم البعض، وكسرت الحدود والحواجز، فلم يصبح هناك في شيء محرم ولا أي شيء. والأهل ينظروا الموضوع أنه عادي جدا، يعني ما في مشكلة، إيش المشكلة؟ ما صار شيء، كله كلام في كلام، كله كلام في كلام، يبدأ بكلام، تتكسر الأفكار، تتكسر القناعات والمفاهيم والأشياء، وبعدين ينتج عندنا سلوك. لما يصير في سلوك نبدأ احنا نلعن ونشتم هذه الأجهزة، واليوم اللي احنا اعطينا فيها أولادنا، وما نعرف تماما انه احنا اعطينا أولادنا أسلحة في أيديهم، وأساسا نحن ما نعرف كيف نحميهم منها. طبعا في شيء كمان مهم جدا بسبب هذه الأجهزة أو وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب وكل شيء يتعلق فيها، صار في عائلاتنا أنه هو قطع الأرحام. البيوت داخلها صار في قطيعة رحم، صرنا بنهنئ بعض بالمراسلات من خلال السوشيال ميديا، مراسلة علنية الناس كلها تحضرها، التعزية، المش عارف إيش. صرنا هذه هي الوسيلة الوحيدة ان احنا نتواصل اجتماعيا. ما عاد صار في البيوت احد يجلس مع احد كبير في السن ويسمع قصصه وتجاربه ويسمع منه حكمته في الحياة، ولا ياخذ منه الخبرة. ما في هذه السعة، كل واحد يشعر بالضجر والملل. اصبحوا الكبار في السن داخل البيوت يشعروا باكتئاب بالرغم وجودهم داخل العائلات الكبيرة، والسبب انه الجميع مشغول بالجهاز اللي في يده. أصبحت الزيارات الاجتماعية لا تخلو، تجلس في مجلس كل الناس قاعدين كلهم ماسكين أجهزتهم، فالواحد ما يفهم هم قاعدين يزوروا بعض ولا الأجهزة قاعدة تزور بعضها يعني في هذا المكان. وبرضو نفس الشيء، يخرجوا مكان عام، مطعم، كل واحد ماسك الجهاز، كأنهم هم يغيروا مزاج الأجهزة حقتهم، بدل ما تكون جوا البيوت خارج البيوت، لكن هم نفسهم، فهم مقيمين والأجهزة مرتحلة تتنقل معاهم فقط يعني. فالوضع ما تغير، حتى الناس اللي تقول خلينا نخرج يغير جو هم والأجهزة. فأصبح عندنا هنا قطيعة رحم، تفككت البيوت، المرأة مع الرجل يجلسوا ساعات كل واحد ماسك جهازه، ما يتواصلوا، في مشاكل كثيرة. ليش؟ الرجل ما يعرف يعبر عن كلمتين ولا يفهم بكلمتين، ولا المرأة ما هي قادرة تتواصل مع زوجها. أسهل لهم يراسلوا بعضهم البعض بالوسائل المتاحة للتواصل، سواء كان واتساب، سواء كان سوشيال ميديا، سواء اللي يكون، عشان يوصلوا لنتيجة، لكن ما يتواصلوا مع بعض مباشرة. كل واحد ماسك الجهاز معاه في البيت وجالس. الأبناء إيش يشوفوا لما يشوف الأب يده جهاز والأم معاها جهاز؟ إيش يشوفوا الأبناء؟ يشوفوا إنه هم يعني زهقانين، كمان هم من حقهم يكون عندهم جهاز. والأب والأم بطبيعة الحال يقولوا حرام، خلينا نشتري له آيباد صغير يتسلى فيه. ودائما الشراء يبدأ أنه نحن نبغى يتعلم، فيبدأ الجهاز للتعليم، ثم بقدرة قادر سبحان الله ينتقل يصير للعب، ثم يصبح مصيبة كبيرة، والطفل يصير دائما عصبي وما احنا قادرين نسيطر على أي شيء فيه. هذه كلها وأكثر منها هي التي تسببها هذه الأجهزة. طيب ممكن بعد هذا كله الواحد يقول طب إيش الحل؟
الحل مو في كلمة ولا في كلمتين. الحل أول شيء نقدر نقوله في أول سطر من سطور الحل بالنسبة للأبناء وبالنسبة للناس اللي حوالينا، خلينا نقول الأبناء. أنتوا أي نوع من الأبناء تبغوا تربوا؟ تبغوا تربوا أبناء صالحين بررة مسلمين زي ما كانوا السلف الصالح، الولد الصالح الذي يدعو لك؟ هذا هو المنطق تبعك مثلا في التربية. معناها أنت لازم تعرف الآن الحل من فين يبدأ، منك أنت تبدأ أول شيء تمسك موضوع التربية، يعني تربي أبنائك أو تربي أبنائك أنت تربية إسلامية قائمة على أساس الإسلام. وهذا يتطلب أنه الأب والأم يكونوا أساسا يعرفوا كيف هو شكل التربية الإسلامية عشان يقدروا يعطوها لأبنائهم قبل ما يعطوهم الأجهزة. بالنسبة للزوجين، إيش الحل بينهم؟ أي نوع من العلاقة تبغى تكون أنت أيها الزوج مع زوجتك وأنت أيتها الزوجة مع زوجك؟ إيش شكل العلاقة اللي تبغوا تبنوها؟ كيف تبغوا تتواصلوا مع بعض؟ جوابكم على هذا السؤال هو أول خطوة في إيجاد الحلول. نحن ما نقدر نعطي حلول معلبة، كمان لازم الناس تجلس تفكر في مشكلتها، لازم تعرف الأساس. هل طيب ممكن نسحب الأجهزة من أبنائنا؟ قبل ما تفكروا بسحب الأجهزة فكروا أساسا ليش أعطيتوهم. جاوبوا على هذا السؤال بصدق وبعمق. ليش أنا أعطيت ولدي هذا الجهاز؟ ليش أنا في يدي الجهاز؟ أنا إيش عندي مشكلة أني أنا ملتصقة بجهازي؟ هل أنا أشعر بفراغ؟ هل غياب زوجي مشكلة؟ هل غياب أبنائي؟ هل الحياة الاجتماعية مشكلة؟ هل أنا أعاني من فراغ مثلا؟ أول شيء عبوا هذه الفراغات كلها وخلوا دائرتكم محصنين من الداخل والخارج. ساعتها راح تشوفوا هذه الأجهزة فين ممكن نحطها، لأنه أساساً الأجهزة دي أول ما طلعت هي كانت للتواصل، يعني للاتصال والرد على الاتصال، لكن بعد كده وسعت الدائرة وكبرت تماماً. لكن تحولت هذه الأجهزة في أيدينا إلى عبء، إلى مشكلة حقيقية، إلى شيء يعني إدمان. نحن مش قادرين ولا عارفين نخرج من هذه الحفرة التي وقعنا فيها وإحنا حابين. وكمان نحن مهما حاولنا نخرج، لأنه ما عندنا الأسلحة والأدوات الصحيحة للخروج من هذه الأزمة وهذه المشكلة بشكل سليم ومدروس، ما نقدر نوجد حل قطعي في الموضوع ده كله. فإذا الأساس الأول إنه هو نحن لازم نبحث موضوع التربية بالنسبة لأبنائنا، وموضوع العلاقة بين الرجل والمرأة الزوجين داخل البيوت كيف شكلها، وموضوع العلاقة الاجتماعية في المجتمع كله كيف نحن نبغى نبني مجتمعنا. في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ أخبرنا أنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. إذن كل أب وأم، كل أخ وأخت، كل واحد يقدر يقول كلمة حق مع هذه الأجهزة داخل البيوت ويخطو خطوة نحو إيجاد الحلول وحل هذه المشكلة والعلاج لهذا الداء الذي أصابنا، هو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. لا حد يقول والله أنا ما أقدر، إيش أسوي؟ هذه أختي وهذا أخوي، أنا مالي كلمة عليهم، وأبويا وأمي. لا، ما نقول أبدا هذا الشيء. هذا التملص ونحن نحمل غيرنا تبعات هذه الأشياء مو صحيح. لازم نتحمل نحن مسؤولياتنا تجاه هذا الأمر ونحاول بعمق. ما نقول إن هي مشكلة وغير قابلة للحل، لا، كل مشكلة لها حل، لكن الحل الصحيح يبدأ بمعرفة ماذا نريد نحن، إيش نبغى، عشان نقدر نكون نطرح الحلول واحدة بواحدة. طبعا هذه الحلقة نحن أعطينا بس الشيء العام، لأنه صارت مشكلة كبيرة جدا وما طرحنا الحلول يعني. وإحنا إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى راح نطرح حلول، وراح نستضيف ناس عبر الهاتف بإذن الله تعالى لمناقشة هذا الموضوع وطرح الحلول الممكنة وتجاربهم في هذا الأمر والخطوات اللي اتبعوها، مساهمة منا في حل هذه المشكلة التي تؤرق وتقلق كل أب وأم، كل صاحب يعني مسؤول عن التعامل مع هذه الأجهزة. وحتى نحن مع أنفسنا، نحن كمان عندنا مشكلة حتى مع أنفسنا في استخدام هذه الأجهزة. فهذه الحلول بإذن الله تعالى راح تكون أول الخطوات اللي راح تساعد في المساهمة في إيجاد حل لهذه المشكلة الكبيرة جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعيننا على أنفسنا وعلى تربية أنفسنا كما يحب ويرضى.
أشكر لكم استماعكم لهذه الحلقة المميزة، يعني احنا نعتبرها يعني لأنها مهمة جدا، جات على إثر مشاكل وأسئلة كثيرة جدا. ونتطلع بإذن الله تعالى الثلاثاء القادم في نفس الموعد تكونوا معنا مع ضيوفنا في عبر الهاتف لمناقشة الحلول والمقترحات وسماع تجاربهم وآرائهم في هذا الجانب المهم جدا. كنت أنا معكم خديجة برهان في برنامج المرأة والحياة. أترككم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إذا أردنا للهوى والجهل حدا. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إن أردنا للهوى والجهل حدا. إن أردنا للهوى والجهل حدا. سر بنا نحو العلا والمجد، أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هي والمدرك العلي سويا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هي والمدرك العلي سويا. أين أنت أيها الجيل الطموح؟ أين أنت أيها البر النصوح؟ أين أنت أيها الجيل الطموح؟ أين أنت أيها